هو السؤال بس بجد يعني، هو كولر واللعيبة عاوزين مننا ايه بالظبط يعني ماتش انت خلاص انت ضامنه مقفله وخلاص كل حاجة. بسيناريوهات ايام كانت بتحصل ايام موسيماني، بتحصل برضو ايام كولر. نبدأ نتكلم الأول بس على التشكيلة. الأهلي يعتبر بدأ بتشكيل فيه تغيرات كتير عشان فيه إصابات كتيرة بالجملة يعني بدأ بالشناوي ورامي وخالد عبد الفتاح قلب دفاع، جنبه أكرم باك يمين، ويحيى عطية الله باك ليفت، وفي النص السولية، وجنبه كوكا، وقدامهم إمام وحسين وطاهر، وهجوم كهربا. طبعا يعني انت في الأول كان في الشوط الأول ما كانش فيه خطورة، بس انت ماسك كورة وكان يعني ليك أفضلية، وقدرت في آخر الشوط الأول يعتبر دي أبرز حاجة. حسين الشحات قدر يجيب ضربة جزاء صحيحة عشان يدخل إمام عاشور يحطها يشطحها يعني. آه، وانا والله كنت حاسس اللي هو هيضيعها، بس مش بالطريقه دي يا اسطى. يعني انت ايوه ماشي تركنها بقوه، بس مش القوه اللي هي الاوفر او زياده عن اللزوم دي. خلص الشوط الاول والاتحاد خرج زي ما هو كان عاوز، خرج بنقطه. يعتبر يعني كان خارج الشوط الاول من غير ما يدخل فيه هدف. يعتبر كان ليه اريحيه نوعا ما، حتى ده لاحظناه. الشوط التاني اللي هو يعني عامل زون ديفنس والفريق كله بيدافع، وحتى يعني حتى لو الفريق كله بيدافع فيه كور وفيه ثغرات كتير، بس احنا يعني ضيعنا كور بالجملة. وده يوحيلك اللي احنا كنا بنطالب بأم مهاجم، عشان عارفين لما وسام هيتصاب احنا هنبقى في حيرة، هنبقى بجد يعني في موقف زي الزفت. يعني انت متخيل الكور دي كلها؟ قول مثلا لو جت ربع الفرص دي ووسام موجود، يعني كان زمانه جايب جونين ولا حاجة على الأقل يعني. بجد حاجة قمة العبث وقمة القرف وقمة وبعدين في الدقيقة 65 تحصل ضربة جزاء صحيحة، تمريرة كويسة من رامي ربيعة في قلب الدفاع، لطاهر المدافع يمسكه كده من كتفه ويشده يعني عشان يدخل السولية يسجل هدف بروقان. هدف انت كنت المفروض بعدها بالفرص اللي انت صنعتها بعدها انك تخلص الماتش، لكن مرقعة وفي سوء توفيق وفي يعني قرف بجد يعني. بعدين يحصل تبديلات، ينزل قفشة وينزل تاو مكان كهربا ومكان إمام في الدقيقة 76. وبعدين الأهلي بيحاول يسجل هدف تاني، لكن برضو في سوء توفيق وفي كور كتير المهدي سليمان بيتصد ليها، وفي برضو يعني كور اللعيبة فيها قرارات غلط. يعني منها كورة كانت حسين قطم كده وقام شايط تسديدة غريبة كده يعني انت قطمت كويس بقى، سدد بقى في البعيدة ولا كده، انت لعبة لا زحفة كده على الأرض جنب الجول. بعدين بينزل المدفون رضا سليم الدقيقة 86 مكان حسين. بجد يعني طالما يعني أنا مش عايز أفهم يعني هو كولر بيعملوا كده ليه؟ بجد يعني عايزين نفهم برضه. يعني انت عندك لعيب انت ممكن تنزله بدري وتستغله احسن من كده، منزله دقيقة 86 والواد اصلا نفسيا ميت، فمش هيقدم لك اي حاجة. الماتش بعدها بعد نزول رضا سليم حوالي 3 دقايق، الاتحاد بكورة كده غريبة لعبها كده في قلب الدفاع اللي عندنا سارح في يعني ما تفهمش في ايه. تغطية زي الزفت من كوكا مع رامي مع اللي هو اصلا سرحان خالد عبد الفتاح كمان معاه، فالشناوي لا يسأل عليها خالص يعني الهدف ده. ويعتبر الاتحاد قدر اللي هو يعمل اللي هو عاوزه، وبعدها يضيع وقت واللعيبة يعني خدت اللي هم عاوزينه من الماتش.
وبجد يعني احنا بالشكل ده مش هنعمل حاجة في الماتشات الجاية، ولا هنعمل حاجة في كأس القارات، وحاجة قمة القرف يعني. كل ده من النادي الأهلي في اللي جاي، وبإذن الله يبقى ماتش وعدى، وبإذن الله اللي جاي يبقى أحسن، عشان الدوري السنة دي ما نصعبوش على نفسنا. السلام عليكم.